والله سوالف موجودة، سوالف منو عند روايع البارجيل وبيوعنا اليوم. حسين البلوشي روايع البارجيل يقول عاطلنا كلمة يغمس أي يبلل الشيء وخاصة الخبز في المرق أو في الحليب قبل الأكل. والله ذكرتنا بخبز رقاق محطاي عليه شوي جبن داخله، جبن قلاص وكوب حليب تغط بس لازم يكون في توازن. يخلص الحليب قبل ما تخلص الخبز مشكلة، تخلص الخبز قبل الحليب ما مشكلة، عقب تقوم تشرب شوية من الحليب. بس مفروض أن يكون عندك توازن، بأنك يعني ما يخلص الحليب قبل ما تخلص الخبز، زين، لأنك إذا خلص الخبز بتاكل الحليب بتشربه، لكن إذا تم خلص الحليب والخبز بعد ناشفه ما بتقدر. فمعناته يغمس، أظني في كل الدول العربية يغمس، يغط، يغمس.